في ذكرى ميلاد جورج سيدهم ولد ميتا وأعادته بصلة للحياة. يعد الفنان الراحل جورج سيدهم أحد أيقونات فن الكوميديا اللي أضحكت أجيالا على مدار سنوات وتركت بصمة خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي. وتحل اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو ذكرى ميلاد الفنان الكبير جورج سيدهم، واللي ولد في مثل هذا اليوم سنة 38، وقد توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 81 عام. تمكن الفنان الكوميدي الراحل من خلال مسيرته الفنية المليئة بالإنجازات من أن يحقق مكانة مميزة في قلوب الجماهير، وذلك بفضل حبه وخفة ظله وروح الدعابة التي يتميز بها. ولد جورج سيدهم في مدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة عين شمس سنة 61، حيث تخصص في قسم إنتاج حيواني. كما حصل على درجة الماجستير في التلقيح الصناعي. استمرت مسيرة جورج لسنوات عدة، حيث قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت أثرا عميقا في ذاكرة الجمهور. ومع ذلك، كما هو الحال مع بعض نجوم الفن، لم تكن جميع أعماله تحقق نفس مستوى الرضا الشخصي أو النجاح الجماهيري الواسع. بالإضافة لقدرته على تقليد العديد من الشخصيات، برزت موهبته في التمثيل خلال المرحلة الثانوية، حيث تولى رئاسة فرقة التمثيل في المدرسة. بدأ مشواره الفني في التلفزيون مع الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال تقديم فقرة الشحاتين حول العالم في برنامج مع الناس، ثم انضم لفرق الثلاثي أضواء المسرح التي حققت نجاحا كبيرا إلى جانب النجوم الضيف أحمد وعادل نصيف اللي هاجر ليحل محله الفنان الراحل سمير غانم. اشتهر الثلاثي من خلال اسكتشات مثل دكتور الحقني وكوتوموتو قبل أن ينتقل نشاط الفرقة للمسرح. قدم جورج سيدهم مجموعة من الأعمال الناجحة، من بينهم الجراج، الشقة، من حق الزوجة، المعتوه، عالم عيال عيال، قاع المدينة، أضواء المدينة، البحث عن فضيحة، فرقة المرح، المجانين التلاتة، شباب مجنون جدا، معبودة الجماهير، آخر جنان، الشقيقان، آخر شقاوة، ومعسكر البنات. أما عن أبرز أعمال المسرحية، المتزوجون، التي تعتبر واحدة من أنجح المسرحيات في تاريخ الكوميديا، حيث قدم فيها شخصية الزوج الطيب والساذج إلى جانب سمير غانم وشيرين. كما تألق في مسرحية أهلا يا دكتور، حيث أبدع في تجسيد دور الطبيب النفسي بأسلوب ساخر وإنساني. وفي أحد اللقاءات التلفزيونية روى الفنان جورج سيدهم أنه ولد في ظروف صعبة، حيث ولد صامتا دون أن أي حركة، ما جعل الداية تظن أنه قد توفي. ووضعت الداية الطفل تحت الفراش، ولكن عندما دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة علمت بأن ما حدث. شفت بصلة، شقت بصلة ومررتها تحت أنف جورج سيدهم، وفجأة انطلق صراخ ليؤكد للجميع أنه لا يزال على قيد الحياة. وفي سنة 97 تعرض جورج سيدهم لجلطة دماغية حادة أثرت على النصف الأيمن من جسده وقدرته على الكلام، وكانت هذه اللحظة مؤلمة ليس له فحسب بل لجمهوره أيضا، الذي شعر بالحزن لغيابه المفاجئ عن المسرح والشاشة. ورفض جورج سيدهم فكرة الزواج بشكل قاطع لسنوات عدة، حيث اعتبره نظاما اجتماعيا فاشلا. لكن الأمور تغيرت عندما التقى بزوجته الدكتورة الصيدلانية ليندا مكرم، اللي وقع في حبها في سن ال50. قرر الارتباط بها والزواج منها، ولكنه لم يرزق بأبناء. على الرغم من ذلك، ظل جورج مثالا ملهما للصبر والثبات، وكانت زوجته الدكتورة ليندا مكرم الدعم الحقيقي له خلال فترة مرضه، حيث بقيت إلى جانبه حتى وفاته 27 مارس 2020. أخيرا رحل الفنان جورج سيدهم عن عالمنا في عام 2020 عن عمر يناهز 81 عام بعد صراع طويل مع المرض.